ازيكم يا برج الحمل؟ مستعدين لشهر جديد؟ يونيو داخل عليك بحركة وطاقة مش قليلة، وشايل معاه تغيرات هتحس بيها من أول كام يوم. في حاجات كتير كانت واقفة هتبدأ تتحرك، وملفات اتقفلت هتتفتح تاني بس بطريقة مختلفة. الشهر ده ممكن تحس إنك راجع لنقطة بداية، بس الفرق إنك المرة دي عندك خبرة ونضج يخلوك تعرف تختار صح. هتلاقي كمان نفسك بتفكر في أولوياتك، في علاقاتك، في مستقبلك، كأنك بتعيد ترتيب حياتك من أول وجديد. وطبعا يا حمل، لما بتحط حاجة في دماغك مفيش قوة بتوقفك. فخلينا نشوف مع بعض ايه اللي مستنيك في يونيو، من تأثيرات الكواكب لتوقعات الأسبوعية للعاطفة والشغل. وكمان هنعرف الأيام اللي هتكون فيها النجم متألق، والأيام اللي محتاج فيها تهدي اللعب شوية. يلا نكمل الحلقة ونشوف الدنيا ماشية ازاي معاك الشهر ده. الشمس يا حمل هتكون أول الشهر في برج الجوزاء، وده معناه إنك هتحس بطاقة اجتماعية كبيرة، وعندك استعداد تتواصل وتقابل ناس جديدة، سواء في شغلك أو في دواير معارفك. دماغك هتكون شغالة بسرعة وقراراتك سريعة، بس حاول تراجع نفسك قبل أي خطوة مهمة. عطارد كمان يا حمل في وضع داعم ليك، وده هيساعدك في التواصل وحل أي سوء تفاهم كان حاصل الفترة اللي فاتت، سواء مع الحبيب أو مع الزملاء. لو بتشتغل في حاجة ليها علاقة بالكلام أو الكتابة أو حتى البيع والشراء، هتحس بفرق كبير. الزهرة بقى هتديك لمسة حلوة في العاطفة، مشاعرك هتكون أنعم، وفي فرص لعلاقات جديدة أو إصلاح علاقات قديمة. بس برضو خليك واعي وما تتسرعش في الحب. أما المريخ اللي هو كوكبك الحاكم هيكون بيشحنك بطاقة وحماس كبير، بس برضو بيزود التوتر لو معرفتش تفرغ طاقتك صح. حاول تمارس يا حمل رياضة أو أي نشاط يساعدك تطلع الطاقة دي بشكل إيجابي. وأخيرا، زحل ونبتون في الحوت ممكن يخلوا دماغك ترجعك لمشاكل أو ذكريات قديمة، بس مش عشان تتعب، لا، عشان تقفل الملفات دي وتبدأ من جديد براحة نفسية أكبر. ودلوقتي هقول لكم التوقعات الأسبوعية أسبوع أسبوع ليك يا برج الحمل. أول أسبوع ليك البداية هنا هتكون نشيطة جدا، عندك طاقة وحماس ودماغك شغالة 24 ساعة. الشمس في الجوزاء دي بتديك فضول وأسئلة كتير، وده وقت مناسب إنك تبدأ فيه مشاريع جديدة أو تتواصل مع ناس ممكن يفتحولك أبواب. بس خليك واعي من القرارات السريعة أو الكلام الزيادة. تاني أسبوع بقى هتحس إنك محتاج تهدى شوية، خصوصا في العلاقات العاطفية أو العائلية. عطارد بيخليك تفكر في حاجات حصلت قبل كده، فحاول ما تعيش في الماضي وسيب اللي فات. في فرصة كمان إنك تسترجع علاقة قديمة أو تتصالح مع حد كنت زعلان منه. أما الأسبوع التالت بقى فهيكون من 15 ل21 يونيو، ده أسبوع التغيير. هتحس إنك عايز تكسر روتين وتخوض تجربة مختلفة، سواء في الشغل أو في حياتك الشخصية. لو عايز تاخد خطوة جريئة زي شغل جديد أو قرار عاطفي أو حتى سفر، ده التوقيت المناسب، بس خد بالك يا حمل من المبالغة أو التهور. أما بقى الأسبوع الأخير، الأسبوع الرابع من يوم 22 ل30 يونيو، هنا الطاقة هتهدى شوية وهتبدأ تراجع اللي حصل طول الشهر. ده وقت كمان مناسب إنك ترتب أولوياتك وتركز على التفاصيل الصغيرة اللي ممكن كنت مأجلها. هتحس إنك محتاج وقت لنفسك، وده طبيعي جدا، خده من غير تأنيب ضمير. ودلوقتي معادنا مع التوقعات المهنية والمالية. مهنيا يا حمل، الشهر ده هيكون عندك فرص حلوة في الشغل، خصوصا في النص الأول من الشهر. ممكن يجيلك عرض جديد أو يفتح لك باب كنت فاكره مقفول. وجود الشمس وعطارد في برج الجوزاء ده بيساعدك تتواصل مع ناس مهمين، وكلامك هيكون مقنع جدا. فلو عندك عرض أو مشروع اتكلم ووضح وجهة نظرك من غير خوف. بس خد بالك يا حمل من التسرع في القرارات، خصوصا في الأسبوع الثالث لما المريخ يبدأ يحرك طاقتك بسرعة. ممكن تخليك تقول أيوة لحاجة وانت مش جاهز. فكر قبل ما تتصرف يا حمل، وخلي خططك مدروسة. أما ماليا بقى فالفلوس مش وحشة، لكن محتاجة شوية تنظيم. ممكن يجيلك دخل إضافي من شغل جانبي أو عمولة، بس في نفس الوقت ممكن تصرف كتير على حاجات مش ضرورية. فخلي بالك يا حمل من المشتريات العشوائية أو المجاملات اللي بتكلفك زيادة. في نهاية الشهر ممكن تحتاج تراجع حساباتك، تشوف
بتصرف على ايه وبتكسب منين، وتبدأ تخطط لميزانية أو تدخر شوية. الشهر ده حمل فيه فرصة كويسة إنك تبدأ فيها نظام مالي جديد أو تستثمر في حاجة بسيطة، بس لازم تكون دارسها كويس. أما عاطفيًا بقى فيا سلام يا حمل، الشهر ده الحب راجع يلعب لعبته معاك، خصوصًا في أول أسبوعين. في طاقة حلوة جاية من كوكب الزهرة وهتخليك تبقى جذاب أكتر من العادي، وكلامك هيأثر في اللي حواليك بشكل مش طبيعي. لو انت في علاقة دي فرصتك تصلح أي سوء تفاهم حصل قبل كده. حاول تكون هادي حمل ومتفهم، وهتلاقي الشريك بيقرب منك أكتر. أما بقى لو كنت سنجل فاستعد تقابل ناس جديد أو حتى ترجع تتكلم مع شخص كان ليه مكان عندك قبل كده. بس خليك واخد بالك، مش كل اللي هيظهر في الساحة يستاهل وقتك، فاختار بعقلك قبل قلبك. نهاية الشهر ممكن تحس شوية بتقلبات أو شكوك، خصوصا لو حسيت ان الطرف التاني مش واضح. هنا لازم تلعبها صح، ما تديش كل مشاعرك مرة واحدة، وامشي خطوة خطوة لحد ما تتأكد من نوايا الشخص اللي قدامك. ودلوقتي هقولكوا على الأيام الأكتر حظ. معانا أيام 3 7 14 18 24. الأيام دي هتحس فيها بطاقة إيجابية، فرص بتتفتح قدامك، وحظك هيسندك سواء في الشغل، الفلوس، أو حتى الحب. لو ناوي تبدأ حاجة جديدة فاختار يوم من الأيام دول. أما الأيام الأقل حظ وخد بالك منهم كويس يا حمل، معانا 5 و11 و20 و26. ممكن تحس بتأخير أو لخبطة في قراراتك. حاول تتجنب المواجهات أو توقيع العقود المهمة، وخلي كل حاجة تتراجع كويس قبل ما تتحرك. وبكده يا برج الحمل نكون خلصنا توقعات شهر يونيو 2025. شهر يونيو جايلك بفرص جديدة وتحديات هتساعدك تتطور على كل المستويات. مهما واجهت من صعوبات فخليك يا حمل دايما قوي وواثق في نفسك، وافتكر ان الصبر والمرونة هما سر النجاح. واهتم بنفسك عاطفيا وصحيا، لأن ده هيكون الوقود اللي يخليك تستمر وتحقق أهدافك. الأيام دي كمان يا حمل هتكون فيها الطاقة عندك في أقصى مستوياتها، استغلها لتحقيق إنجازات مهمة. وفي الأيام اللي هتحتاج فيها شوية حذر، خد بالك من قراراتك وخليك واعي أكتر، وكون دايما مستعد لأي جديد واتبع إحساسك، لأن ده هيوصلك لأفضل نتائج. وهتلاقي الفرح والنجاح معاك في كل خطوة تخطوها. خليك معانا ومتابع كل جديد، وأتمنى لك شهر يونيو مليان بالفرص الحلوة والنجاحات الكبيرة. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوف وشكوا على خير. باي باي أحلى نجوم.